المديرة لينغ بصت للمدير بهدوء وقالت جملة واحدة كانت كفيلة توضح كل حاجة: رئيس المجلس مش شخص سهل التعامل معاه أبدا، خصوصا لما كبرياءه اتجرح بالشكل ده. وفي نفس الوقت جين لسه مش قادر يسكت، بدأ يشتكي بصوت عالي وأكد إن تشين اتنفخ غروره بسبب خطأ جهاز خلاه يظهر بتصنيف سي مش أكتر. لكن تنغ رد بهدوء غريب وقال احتمال إن النتيجة أصلا مش غلط، حتى لو الاحتمال ده شبه مستحيل هو مش مستعد يسمح لأي شخص ياخد المركز الأول منه مهما حصل. جين حاول يهدي الموقف وقال إن تشين مجرد طالب عادي ما عندوش أي خبرة قتالية حقيقية، بعكس أعضاء المجلس اللي قضوا وقت طويل بيتدربوا في السر داخل عرين شياطين حقيقي لوصولهم لمستواهم الحالي. واقترح إنه يروح بنفسه يعلم تشين الأدب، لكن تنغ قطعه فورا وسأله بهدوء بارد: هو أنا باين لدرجة إن أتصرف بصغر كده؟ في اللحظة دي جين فهم إنه تجاوز حدوده واعتذر فورا، لكن المفاجأة إن تنغ ألغى خطته من الخروج فورا وقال لجيان يتصرف لوحده من غير أي توجيهات، وأضاف بنبرة باردة جدا: أي حاجة هتعملها مش مسؤوليتي. الرسالة وصلت، ومن غير ما يتقال كلام أكتر جيان فهم المقصود. بعد حوالي 10 دقايق واحد من المخبرين وصل بسرعة وأبلغ جيان إن تشين غادر المدرسة بالفعل وقال إنه راجع البيت. والمعلومة الأهم، خرج حتى من غير ما ياكل. وبالنسبة لجين دي كانت فرصة كبيرة، ابتسم بحماس لأن المواجهة خارج المدرسة معناها مفيش أي حد هيتدخل. في نفس الوقت شين كان ماشي في الشارع بهدوء وعاده رجع لذكريات حياته الأولى. افتكر كارثة حصلت زمان، جلد أسطوري حاول يسيطر على عرين شياطين داخل أراضي دولة سانت هي، لكن جوه العرين ظهر وحش محدش شافه قبل كده كان اسمه غضب. وخلال لحظات تم إبادة الفريق بالكامل بدون أي مقاومة. الوحش خرج بعدها لعالم البشر وسبب دمار واسع النطاق. الذكريات مش كاملة، لكن تشين كان متأكد من حاجة واحدة: لازم يلاقي العرين ده قبل ما الكارثة تتكرر. ولتنفيذ خطته كان محتاج فلوس كتير، عشان كده توجه على طول إلى مركز تبادل الوحوش التابع لجلد ميثل. في المستقبل المكان ده هيبقى أكبر سوق مواد ومعدات في البلد كلها. في العالم ده قوة المستيقظ مش بس بقدراته لكن بجودة سلاحه ومعداته، والمركز ده هو القلب التجاري لكل ده. لكن بالنسبة لتشين كان مجرد محطة سريعة لجمع المال قبل خطته الأكبر. دخل بهدوء وحط مجموعة أنياب قدام الوسيط. الراجل فحصها بعناية مليانة شك وسأله باستغراب: إزاي طالب زيه حصل على حاجة زي دي؟ تشين رد ببساطة: وقعت من وحش قتلته. الوسيط اتفاجئ وقال إن عمره ما شاف العنصر ده قبل كده، لكن مساعدته ليه اتدخلت وشرحت إن الأنياب دي جاية من وحش فيها إيه اسمه بيست سينجن، وإنها ممكن تستخدم لصولجان سحابي من رتبة إيه أو تتحول لمسحوق ليه استخدامات مختلفة. لكن الوسيط المتعجرف قطعها فورا ورمى الناب على الطاولة باستخفاف وقال إن عناصر رتبة إيه ملهاش قيمة تذكر، وبدأ يتفخر إن المكان بيشتغل بنظام VIP وإنه بيتعامل بس مع مستيقظين أصحاب مكانة عالية، وأكد إنه يتعامل فقط مع عناصر رتبة دي أو أعلى. جواه كان متضايق أصلا من قلة الزبائن المهمين الفترة الأخيرة، وشاف إن التعامل مع شخص منخفض المستوى مش هيفيده في طريقته. ببساطة رمى المهم على مساعدته ليه ومشي. ليه اعتذرت بلطف وسلمت تشين ظرف فلوس وسألته لو محتاج أي خدمة تاني. تشين فتح الظرف وكان جواه 18,000، رقم كفاية يحل أزمة إيجاره مؤقتا. لكن بعدها مباشرة طلع سيفه العظيم المتوهج، السيف اللي أخده من رشاش الجحيم. وفي لحظة كل انتباه ليه اتسحب ناحيته، رغم إنها ما شافتش حاجة شبهه قبل كده. قدرت إنه على الأقل من رتبة بي ويمكن حتى إيه. في اللحظة دي رجع الوسيط وسمع كلامها، ضحك بسخرية وقال إن ده خيال، لأن عناصر رتبة إيه سعرها يوصل لمليون تقريبا، وهو شغال هنا سنين وما شافش حاجة زي دي أبدا. لكن السؤال الحقيقي مش كان السيف بكام، السؤال كان إن الراجل ده فعلا هيقدر يقيم الحاجة اللي قدامه ولا هو على وشك يرتكب أكبر غلطة في حياته. الوسيط فضل يهز راسه بثقة وأكد إن طول سنين شغله هنا ما شافش بعينه عنصر واحد حتى قريب من رتبة إيه. واضح إنه كان مقتنع تماما إن السيف مجرد قطعة مبالغ فيها. لكن فجأة باب المتجر اتفتح ودخل صاحب المكان بنفسه. بهدوء شديد قرب من السيف وبص له نظرة واحدة بس وقال جملة قلبت الجو كله: ده مش إيه ولا حتى بي. الوسيط ابتسم فورا وافتكر إن مديره بيأكد كلامه، وقال بثقة إنه طالب عادي مستحيل يمتلك حاجة ثمينة بالشكل ده. لكن المدير كمل كلامه والصدمة نزلت عليهم زي الصعقة: السلاح ده جاي من أراضي الجحيم، ترتيبه الحقيقي اس رانك. في اللحظة دي ملامح الوسيط والمساعدة اتجمدت حرفيا، كأن عقولهم عملت إعادة تشغيل إجباري. صمت كامل. المدير مسك إيد تشين فورا ورحب بيه كضيف شرف بمنتهى الاحترام ودعاه يدخل غرفة VIP وقال له يطلب أي حاجة من غير تردد. تشين ابتسم داخليا لأن الشخص اللي كان مستنيه أخيرا ظهر: تشين غجور، الراجل اللي هيبقى شخصية ضخمة في المستقبل. بعد ما قعدوا في غرفة كبار الشخصيات سأل رئيس الجلد: عايز تبيع السيف بكام؟ تشين رد فورا وقال له بمليون. الإجابة صدمت الراجل جدا لأنه قيمة سلاح زي ده ممكن توصل لعشرات الملايين بسهولة. لكن تشين وضح قصده: هو مش عايز يبيع السلاح، هو عايز ضمان لقرض مليون لمدة شهر واحد بس. وهنا بدأ المدير يفهم إن الشاب اللي قاعد قدامه مش عادي إطلاقا. تشين كمل بهدوء: هيرجع أصل المبلغ بعد 30 يوم والفائد الشهر اللي بعده. قبل الرد المدير طلب من المساعدة تخرج. واضح إن الحوار بقى بجد، وبعد ما اتقفل الباب قال له إنه عارف إنه طالب في جامعة المستيقظين الوطنية، وعارف كمان إن اختبار التخرج
بعد 30 يوم وجايزته مليون، وبص له وسأله انت واثق انك هتنجح وتاخد الجايزة؟ تحليل سريع ومرعب. الراجل فاهم ان تشين محتاج الفلوس بشدة وان وجوده هنا كان اخر حل عنده، لكن بدل ما يستغل الموقف مد ايده وقال له بابتسامة هديك 1.5 مليون بدون اي فايدة. الغرفة سكتت وقال بهدوء خليها بداية صداقة كويسة بينا. تشين اتفاجئ فعلا، خصوصا لما الراجل اكد ان اي كلمة اتقالت هنا مش هتخرج بره الأوضة. بس طلبه الوحيد ان تشين يتعامل مع الجلد بتاعه في المستقبل لو احتاج يبيع اي حاجة. تشين فهم وقتها ليه الراجل ده هيبقى أسطورة تجارية بعد سنين. مش بس ذكي لكن بيعرف يكسب الناس قبل الصفقات. وسلموا على بعض وهو بيفكر ان هزيمة ملك الشياطين مستحيل من غير حلفاء أقوياء. بعد دقايق العقد اتقفل والفلوس وصلت حسابه فورا. مدير الجلد سأله لو محتاج سلاح للبطولة بما انه سلم سيفه كضمان. حتى لو مفيش معدات لسه عنده اختيارات رانك ممتازة. تشين ابتسم بس وقال له مش محتاج، وفجأة استدعى سيف عظيم تاني. صدمة جديدة ضربت المكان كله. أعضاء الجلد وقفوا مذهولين، يعني كان عنده سيفين أسطوريين من البداية. بعدها مشي بهدوء، بينما المدير رقى المساعدة المشرف على طول بعد ما جابت له عميل بالمستوى دوت. لكن قبل ما يخرج تشين افتكر انه نسي حاجة. لف ورجع للكاشير بسرعة. بعد ساعات كان واقف عند موقف الأتوبيس والذكريات بدأت ترجع. في حياته الأولى طريقه للقمة كان مليان إذلال، الناس كانت بتتعامل كأنه لا شيء. اشتغل شغلانات كتير من غير ما يوقف عشان يعيش هو واخته. كان قريبين جدا من التشرد كل شهر. يون دخلت وقتها الجامعة اللي تحلم بيها لكن سابتها وقالت ان المسافة بعيدة عن اخوها، ولكن الحقيقة انها كانت خايفة تبقى عبء عليه. تشين رجع للحاضر وبدأ يقلق ليه لسه ما وصلتش. بص حواليه وفجأة صوت مألوف ناداه انت غبي بتدور عند المدخل بدل المخرج. لف بسرعة وشافها بتسحب شنطة ضخمة وبتشتكي انهم افلسوا تاني بسبب الايجار، ولكن تشين كان واقف مكانه مصدوم. عدى 7 سنين من اخر مرة شافها. طلبت منه يساعدها لكن لما ما ردش لو واحد بايديها قدام وشه عشان تفوقه، وفجأة اندفع ناحيتها وحضنها قوة. هي اتفاجئت تماما، وبعد لحظات محرجة استخدمت تقنية النجز المحظورة علشان تفلت منه وبدأت توبخه على تصرفه الغريب. لكن بالنسبة لتشين اللحظة دي كانت أثمن من أي انتصار، لأنه أخيرا رجع الشخص الوحيد اللي خسره في حياته الأولى. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي هل الماضي فعلا انتهى ولا ظهورها هيكون بداية أخطر سلسلة أحداث لسه جاية؟ في نفس الوقت كان في ناس تانية بتستعد لشيء مختلف تماما. في مكان ضيق بعيد عن الأنظار مجموعة من البلطجية مستنيين. بعد ما اتأكدوا إن هدفهم هيعدي من هنا، جيان يؤمر الرجالة يستخبوا لحد اللحظة المناسبة وبعدها يهجموا عليه مرة واحدة. ابتسامة مجنونة بتظهر على وشه وهو بيقسم إنه هينتقم من الإهانة اللي اتعرض ليها. واحد من الرجالة بيسأله بتوتر لو الموضوع ممكن يخرج عن السيطرة، لكن قاتل السحاب بيرد ببرود إنه كان ناوي يدي درس بسيط بس. لكن بعد اللي حصل مؤخرا غضبه بقى أكبر بكتير. مشهد إذلاله على يد تشين لسه بيتكرر في دماغه، وعشان كده أقسم إن العقاب المرة دي هيكون مستحيل يتنسي. يرفع صوته وهو بيتفخر إنه أقوى قاتل سحاب موجود، وعيونه بتلمع بجنون وهو بيتخيل لحظة سقوط هدفه. نرجع لتشين ويوان تلاحظ إنه مش على طبيعته وتسأله لو الضغط بسبب الامتحانات. طريقة ساخرة تقول إن شخص ضعيف زيه المفروض ما يفكرش كتير، لكن بعدها تفكره بحاجة أهم، إن هو نفسه اللي كان دايما بيقول لها تكمل طريقها وتسيب الباقي للقدر. بتحاول ترفع معنوياته فتبدأ تغني أغنية تحفيزية وهم داخلين الزقاق. تشين بيتفاجئ إنها لاحظت تغيره بسرعة كده، لكنها لسه ما تعرفش الحقيقة، ما تعرفش إنه استيقظ قوته ولا إنه بقى شخص مختلف تماما. ولما يرد بثقة إنه بخير تفتكر إنه ده مجرد كبرياء رجالي. تهز راسها وهي مقتنعة إن أخوها أخيرا بدأ يكبر. لكن في الجهة التانية واحد من البلطجية بيهمس لجيان إن الهدف جاي ومعاه بنت، وفجأة يتحمس أكتر خصوصا إن الزقاق ما فيهوش كاميرات. لكن في اللحظة دي تشين بيحس بنية شر، نفس الإحساس القديم، نفس قذارة أعضاء مجلس الطلبة. من غير ما يتكلم بيطلع سماعات رخيصة ويحطها في ودن أخته ويطلب منها تسمع أغنية جديدة عجبته. هي تتفاجئ لأنه أصلا عمره ما كان بيسمع موسيقى، ولكن تقرر تمشي معاه وتحاول تفهمه. تشين بيلف ببطء ونظرته تتحول لسكاكين موجهة نحو المهاجمين اللي بيقربوا تدريجيا. وسط الموسيقى الهادية المعركة بتبدأ. في لحظة يفعل فئة البرق الخاصة بيه ويمر شريط ذكريات سريع في عقله. 7 سنين من الفقد قبل ما يستعيد عيلته الوحيدة أخيرا. الغضب بينفجر جواه ويندفع لقدام بسرعة زي الصاعقة. ضربة واحدة ترمي أول مهاجم في الهواء والباقي يبدأ يعرق من الرعب. قبضته بتتوهج وبيوزع ضربات متتالية بتوقع 3 ورا بعض قبل ما ينهي الرابع بضربة واحدة عنيفة. واحد بيحاول الهجوم بشجاعة لكن تشين بيمسك إيده ويكسرها بسهولة كأنها مكرونة. صرخة ألم بتيجي وراها ضربة مباشرة بتسحق مناخيره. جيان بيتجمد في مكانه مش قادر يفهم ازاي الشخص اللي كان ضعيف بقى وحش بالشكل ده. لكن تشين ما بيوقفش، بيضرب يمين وشمال وهو بيتقدم ناحيته خطوة بخطوة. جيان بيحاول يقنع نفسه ان هو الأقوى وان الهزيمة مستحيلة، ولكن تشين بيرجعه للواقع وبضربة واحدة مرعبة تحدفه لبعيد. بعدها بيندفع تاني وسلسلة من الضربات العنيفة تخلع سنانه واحدة ورا التانية. جسمه بيتدحرج على الأرض لغاية لما بيخبط في الحيطة، ولما بيفتح عينيه بيشوف تشين واقف فوقه كأنه شيطان متجسد. تشين بيبص له باحتقار وبيفكره انه حذره قبل كده يبعد عنه، وبصوت بارد يسأله هو انت حتى مش فاهم الكلام البسيط؟ جسم جيان محطم بالكامل، مش حاسس برجليه وعظمه شبه مكسور. اخيرا بيستوعب الحقيقة المرعبة انه اختار الشخص الغلط تماما. بيحاول يعتذر لكن تشين بيسكته فورا ويمسكه
يمسكه من هدومه ويقرب خنجر من وشه، وفي اللحظه دي جيان يشوف الحقيقه بعينيه، مفيش تردد ومفيش رحمه قدامه، مش طالب عادي خالص بل شخص مستعد يقتل فعلا. وهنا بيبدا الخوف الحقيقي، يا ترى ايه اللي حاول تشين للشخص المرعب ده؟ والاهم، هل المعركه دي كانت مجرد بدايه؟ الخوف كان واضح في عيون جيان، مش بس بسبب الضرب لكن بسبب السؤال الحقيقي اللي بدا يطارد عقله، ازاي انسان عادي يتحول لوحش بالشكل ده؟ تشين بينحني ناحيته بنظره بارده ما فيهاش اي رحمه، ويطلب منه يحفظ كلامه كويس لو مش عايز يعيش الكابوس ده مره تاني. المره الجايه مش هيكتفي بتحذيره، ولو فكروا حتى يقربوا منه تاني مش هيتردد يقطعهم بدون لحظه شك. بعدها بيضيف جمله اخيره واقصى من اي تهديد، لو حد منهم قرب ولو خطوه واحده من اخته هو بنفسه هيخفي كل شخص مهم في حياتهم واحد ورا تاني. صمت مرعب بيملى المكان. تشين بيرمي الخنجر على الارض ويرجع يمشي بهدوء ناحيه يون قبل ما الاغنيه في السماعات تخلص. حتى مع نهايه الاغنيه دموع اخته تنزل بدون ما تحس. الكلمات كانت حزينه ومليانه وحده والم لدرجه انها تحس كانها بتحكي قصه اخوها نفسها. بتبدا تتسائل ايه اللي مر بيه لوحده خلال السنين دي، وازاي اتغير بالشكل الكبير ده، بل وتلوم نفسها اللحظه هل دعمها زمان ما كانش يكفي. بتلف بسرعه علشان توبخه لكن كلامها بيتجمد فجاه. في ايديه هديه، قلم ذهبي لامع نفس القلم السحر اللي كانت بتحلم بيه طول عمرها. عينيها بتوسع بدهشه ووشها يحمر من الفرحه، مش مصدقه ان اخوها اشترى احدث قلم هولوجرامي سعره اغلى من ايجار بيتهم كله. رد فعلها البريء دفي قلبه فورا، واضح جدا انها مش عايزه ترجعه حتى لو ده التصرف المنطقي وهم اصلا متاخرين في الايجار. تشين بيخبي قبضته ورا ظهره وبيقسم في صمت ان المره دي هيحمي ابتسامتها مهما حصل، وهيتاكد انها تدخل مدرسه احلامها مهما كانت الثمن. في البيت تقضي يون ساعات ترسم اشكال ضوئيه في الهواء بحماس طفولي، بينما الاخ الكبير قاعد بهدوء بياكل الاكل اللي عملته بنفسها وسعيد بس لانها سعيده. لكن رغم كده القلق بيفضل جواها، وتساله ازاي صرف مبلغ كبير زي ده وهم حتى مش ضامنين ايجار الشهر اللي جاي. تشين بيبتسم بثقه ويفاجئها ان الايجار مدفوع مقدما لسنه كامله، ويدعي ان مشروعه الصغير مع صديقه بدا ينجح جدا. لكن نظره يون تقول كل شيء، هي مش مقتنعه خالص بالقصه، ومع ذلك ما تضغطش عليه لانها ببساطه اشتاقت تشوف ضحكته بالشكل ده. تحط ايدها على كتفه بلطف وتطلب منه طلب واحد بس، مهما كان اللي بيعمله في السر ما يستهلكش نفسه لحد الانهيار. في مكان تاني جوه حوض سمك هادي، الرئيس تينج يكشف خبر صادم لبنت عمه. افضل اطباء المدينه اكدوا ان افضل قاتل بقى مصاب اصابات مستحيل يتعافى منها، اكتر من نص عظام جسمه اتحطمت بالكامل. مجرد قتاله مع تشين كان صدمه، لكن حالته بعد المعركه كانت كابوس حقيقي. رد فعلها كان بارد جدا، كل اللي ازعجها ان عدد الطلاب الاقوياء اللي هينضموا لفريقهم هيقل. اما تينج فكان اكتر قسوه، يقول ان الفريق هيبقى افضل اصلا من غير الحمل الزايد ده. ساعتها يتدخل عمهم مدير التوظيف في الاكاديميه يعلن نتيجه التحقيق في فوضى حفل التصنيف. النتيجه واضحه من غير شك، تشين تصنيفه اعلى من رئيس مجلس الطلبه نفسه. الخبر بينزل عليهم زي الصعقه. بعدها بيديله نصيحه مباشره. والده طلب شخصيا من نائب رئيس التحالف تقييم اداؤه في اختبار القتال اللي جاي، ولازم يثبت انه الافضل بينهم جميعا، وبيقترح خطه بديله لو فشل. بنت بشعر اخضر مفضله عند العم هتساعد فريقه للفوز، لكن الرئيس بيرفض فورا. بثقه مطلقه بياكد ان فريقه ما ظهرش قوته الحقيقيه اصلا، وانه قادر يسيطر على الاكاديميه كلها لوحده. بنرجع لتشين في سكن الاكاديميه بينهي تدريب الجري اليومي لمسافه 100 متر بشنطه اوزان على ظهره. هدفه واضح جدا، الفوز بجائزه المليون دولار في اختبار التخرج القادم. دي فرصته الوحيده لتنفيذ اتفاقه مع نقابه مثل وبناء علاقه تجاريه قويه معاهم. ومع اقتراب الامتحان باسابيع قليله بيستلقي على السرير، لكن مش علشان يرتاح بل علشان يكمل التدريب حتى داخل احلامه. بيدخل عالمه المظلم وقدام عينيه بيظهر برج الفراغ العملاق الخاص بملك الشياطين لانو. بيطلع السلم الطويل من غير تردد. اختباره الاول بفات ملك كلاب القبور وصل لمستوى متوسط محترم، لكن السؤال الحقيقي دلوقتي، هل ده كفايه لمواجهه اللي جاي ولا ان التحدي الحقيقي لسه ما بداش اصلا؟ من ناحيه تانية قوه فيت شيطان الهاويه عند تشين كانت ساحقه لدرجه ان النظام نفسه بدا ينهار. حتى قلب الشيطان ما قدرش يقاوم قدراته الحقيقيه بدقه. الطريقه الوحيده لمعرفه قوه باقي فئاته اصبحت واضحه له. فتح برج الفراغ وقرر يختبر قوته الخام مباشره على ساحه المعركه. دخل خطوه واحده وعينيه تتسع بالصدفه. اتنقل لبعد غريب واقف على كوكب ابيض ضخم عايم في الفضاء. اول خطوه خطاها وقع على ركبته، بالكاد قادر يحافظ على توازنه. الجاذبيه هنا 10 اضعاف الارض، وضمور الضغط بيحفر في عظامه. ورا ظهره اختفى مدخل البرج تماما. يعرف على طول علشان يخرج لازم يهزم الزعيم قبل ما اي وحوش قاتله تفاجئه. لازم يتاقلم بسرعه ويثبت نفسه، لكن اسد شبحي بيتربص حواليه باين عليه مش مستعد يديله الفرصه دي. كانش قدامه خيار تاني، فتشين يغير فورا الى فئه البرق. الاسد بينقض عليه لكن بيتفادى الهجوم بصعوبه وبيغرس طعنه في كتفه. الوحش بيظهر من الغضب لكن الهجوم فشل لانه ما اصابش اي نقطه حيويه. على طول تشين بيلاحظ ان هجماته بطيئه وغير دقيقه زي قدرته الحاليه على التحرك اصلا.
الاسد الشبحي بسهوله بيثبته على الارض وبيهدد بعضه كانها لعبه، وبيظهر مدى تكيف الوحوش على الجاذبيه القاسيه. للحظه بيسيب الاسد يعضه في دراعه، بعد كده بيغير فئته لشيطان الهاويه. تغيير فورا بيمنحه تعزيز احصائيات مختلفه، بدل من السرعه بيكتسب قوه هائله وتحمل كبير، وهم دول بالظبط اللي محتاجه في المعركه. الهجوم العنيف بيتحول لصالحه، والاسد يسحق في لمح البصر. قدره ركشاسه على التحكم في الجاذبيه تثبت قيمتها هنا. على كوكب جي 10 ضربات بتضرب بقوه مدمره. الاسد بيظهر بغضب شديد، لكن تشين ما بيرحمش، بيسحقه في سطح الكوكب. بعد المعركه بيترمي على الارض عشان ياخد نفسه، وفجاه جوعه يرسل له اشعار تركيه مستحقه. كل فئه ليها تصنيف بالنجوم. عدد النجوم بيوضح حجم التغير في الاحصائيات عند تبديل الفئه. شيطان البرج البوابي ليه اعلى تصنيف بين كل فئاته. مع كل مميزاته، مجرد النقاط الاسد شبحي من الدرجه بي بالفئه دي بيظهر له قد ايه الطريق طويل للوصول لمستوى اس الكامل. بعد كده بيكتشف ان النظام ما بيمنحش حتى فرصه لاكل الوحوش، يعني الوحش ده مش زعيم الطابق لان باب الخروج ما ظهرش. فجاه باب ضخم بيفتح ورا، عشرات العيون المتوهجه بتلمع من الظلام. الواقع بيصدمه، كل التعب اللي بذله في قتل اسد شبحي واحد ما يساويش شيء مقارنه باللي جاي. وحوش دي رانك بتطلع من البوابه تخدشه وتمزقه من كل اتجاه. دلوقتي بس بيفهم تحذير ركشاسه، البرج مليان وحوش قاسيه والطريق قدامه هيكون الم ومعاناه، لكن تعليمات الشيطان واضحه: اصمد وتاقلم وخليك الاقوى. تشين بيفوق فجاه من النوم وكانه نجا على طول من اسوأ كابوس في حياته. الباقيين في الاوضه نايمين ومش مدركين تماما انه واجه عذاب الوحوش. هنا بيدرك اخيرا ان برج الفراغ البوابي مش طريقه مختصره للترقيه السريعه، هو في البدايه فقط رحله طويله ومؤلمه ومرهقه. تمر الاسابيع ويجي وقت امتحان التخرج في الاكاديميه. الكثير من الشخصيات المهمه موجودين لمتابعه دفعه الطلاب الواعده. بيتم الاعلان عن المتطلبات الجديده لتشكيل الفريق. كل فريق لازم يكون فيه على الاقل طالب من رانك عالي. لحظه تكوين الفرق بتوصل، وبيتم اعلان ان كل طالب قادر الان على رؤيه تصنيف زملائه. الكل بيبدا يختار بسرعه اعضاء فريقه. الطلاب بيرتبوا حسب التصنيف من الاعلى للادنى، لكن ماونغ يلاحظ حاجه غريبه: تشين نفسه ارتبك، اسمه في اخر القايمه. عيون الجميع بتروح ناحيته مستغربين، ازاي طالب نجا بالكاد من الموت بيكون في ادنى تصنيف في الصف؟ الطلاب اللي بيغيروا منه على طول بداوا يخططوا لازعاجه. تشين في ادنى التصنيف، لكن اللي جاي هيثبت لهم ان الترتيب مجرد وهم، وان قوته الحقيقيه لسه ما ظهرتش. الطلاب بيتكلموا بثقه وبيستهينوا بيه، طالعين ان ترتيبه العالي مجرد خطأ في التقييم. ومع ذلك حتى هم ما قدروش ينكروا قوه تشين الحقيقيه، وان وجوده في فريقهم هيقويهم ويزود نقاطهم بشكل كبير. رئيس المجلس تنغ ساكت والهمسات بتنتشر حواليه. الغبي لازم يكون ندم على رفضه العرض الرئيس الكريم. ورا كل اللعبه دي واقف عمه غونغ شوان. الوغد ده افترض ان محدش هيعرض على تشين ينضم لحزبهم بعد ما شافوه في اسفل الترتيب. خطته الشريره كانت بسيطه: لو تشين مش قادر حتى يتاهل، مش هيحصل على فرصه لهزيمه حزب الرئيس. نرجع لقبل ساعات فاتت، الفصل كله كان تقريبا بيترجى تنغ انه يسيب لهم ينضموا لفريقه. بيحاولوا بكل طريقه يوصلوا لفريقه، لكن تشونغ بيقفل عليهم وبيقول لهم ان هم يقدروا يضيفوا شخص واحد بس. دلوقتي في اللحظه الحاليه كل الطلاب شكلوا فريقهم وسابوا اسوأ عنبر ورا. لونغ بيقول لهم ان هم يحاولوا يسالوا الكل، لكن محدش عايز ينضم لهم. ومع وجود 4 اشخاص بس دلوقتي مش هيقدروا يشاركوا في اختبار التخرج. بعد كده بيشتكي انه غريب جدا ان ترتيب تشين اتنقل لتحت، واللي خلاه غير مؤهل حتى للمشاركه، بما ان معايير الاختبار بتتطلب وجود على الاقل شخص واحد من الرتبه العاليه. الموضوع باين كانهم استهدفوا الفريق عن عمد. اختبار التخرج هو الفرصه الوحيده للطلبه لاظهار موهبتهم والحصول على فرصه مع النقابات الكبيره. عدد المشاركين في الاختبار النهائي بيحدد عدد الوحوش اللي الفريق هيتحارب معاهم، فمش هناك اي ميزه للعدد. علشان كده محدش عايز يكون له علاقات بالضعفاء، لان ده هيزود العبء عليهم. والاسوأ من كده الثلاثه الاضعف كلهم في نفس السكن، وده بيعزلهم بالكامل. في اللحظه دي طالب بينادي على زو وبيقول انهم محتاجين شخص واحد بس. الراجل بيحاول يضغط عليه نفسيا ويقول له اكيد مش ناوي يخسر اختبار التخرج بالانضمام لزملاء الضعفاء. تشين بيفكر لو الوضع استمر كده فرصتهم في المنافسه هتكون معدومه، لكن ملك السكن بيرفض العرض وبيقول ان عمره ما هيسيب زملائه، لكنه لسه بيكلمهم انهم ما يقللوش من قيمه حد. لونغي بيشيك على قائمه الطلاب ويقول تقريبا كل الناس شكلت فريقها بالفعل، هما محتاجين شخص واحد بس، لكن محدش مستعد ينضم. وفي الوقت نفسه تشين بيبص للمدير ويلاحظ ان اسمه نفس اسم رئيس مجلس الطلاب. رؤيه الحركات الغادره دي بتخليه يتساءل هل غونغوان شايفه تهديد كبير للدرجه دي؟ ولسه ما خسرش الامل. تشين بيعلن انه هيشارك في البطوله ويشغل قوته الكهربائيه، وبما ان الاخرين واضحين جدا في عداهم بيقنع نفسه انه مش محتاج يمسك نفسه كمان. بتحركات محترفه وبخطوات لقدام، والمسؤولين متفاجئين من قوى المفاجاه. حتى زملائه في السكن بداوا يتساءلوا ايه اللي بيحصل. تشين بيفتكر تعليق كل مدارس المستيقظين، بيخلوا المنافسه حيه من خلال السماح للطلبه بتحدي اي حد في اي وقت، حتى لو باين كانها استعراض. ده وسيله لاظهار القوه وكسب الاعتراف. في مواقف زي دي كتير من الناس هيرفضوا يقاتلوا من الاول، لكن رئيس المجلس مش هيتراجع. علشان كده طالما هينجح في هزيمه الاشقر كل هيبقى عايز ينضم له. في اللحظه دي بنت بتظهر عند الباب وبتنادي على بطلنا وتساله لو محتاج شخص في فريقه. تكمل وتقول انها عايزه تشارك في اختبار التخرج للسنه دي. نائب الرئيس بيضيف انها وصلت دنك من ايام المدرسه المتوسطه فمش هتخيب ظنه. زملائه في السكن بينفجروا من الفرح
فرحه مستغربين ازاي قدر يجيب بنت جميله كده معاه. تشونغ وتنغي بيبصوا متلخبطين والمدير بيغرق في العرق. الطلاب بينتشروا في الجدل وبيتسالوا ليه طالب التبادل عايزه تنضم لاضعف فريق. محدش يعرف هي مين بالظبط، لكن في اشاعه انها جايه من المملكه المقدسه. المدير بينفجر تقريبا ويقول لها ان الطلبه المتبادلين مش مسموح لهم يشاركوا في اختبار التخرج. بيضيف ان لينغ عمرها ما اخذت اختبارات مرتبه من هنا، فده مخالف لكل القوانين. فجاه بيظهر المدير الرئيسي ويقول ان المدير صحيح. غونغ بيكاد يغمى عليه لما بيشوف الراجل الكبير، لكن المدير بيساله بعد كده ليه غونغ عايزه تشارك وهي هتفضل هنا فتره قصيره. في الوقت نفسه بطلنا بيتفاجئ وبيقول لنفسه ازاي هتدخل القصه كده. فجاه المدير الرئيسي بيظهر قدامهم وكانه اتنقل نقل فضائي لانه من فئه المحاربين. الراجل العجوز شرح لها ان السماح ليها بالمشاركه مش هيكون عادل مع الباقيين، وهي بكل هدوء لعبت الدور وكانها متقبله الكلام. تشين بدا يعرق جامد وهو فاهم انه مش قادر حتى يعرف ترتيبهم الحقيقي. المدير جمع شجاعته اخيرا ووقف جنب المدير الرئيسي وقال له المدرسه مش هتشتغل من غير قواعد. لكن المدير الرئيسي غير نبرته بسرعه ووضح هدف المدرسه انها تمنح بيئه تعليميه للمستيقظين عشان يحققوا انجازات كبيره في حياتهم. رغم ان اختبار التخرج تقليد كانه من اهم اللحظات في حياه اي طالب. سال لو طالب مش قادر يشارك بسبب تغيير مفاجئ في القوانين ازاي المدرسه هتعوضه عن الفرصه دي. المدير بدا يعرق جامد، حس انه ممكن ينكشف وبيفكر هل كل اللي بيحصل ده علشان الولد ده. بعد شويه قرر يستسلم وقال لنفسه اقوى الطلاب شكلوا فريق واحد فالنتيجه غالبا محسومه. انحنى للمدير واعتذر واعترف انهم ما اخدوش في الاعتبار ازاي النظام ممكن يمنع بعض الطلاب من الحصول على فرصتهم. بعدها اعلن المدير حتى الفرق الاقل ترتيبا واللي فيها اقل من 5 اعضاء دلوقتي يقدروا يشاركوا في البطوله علشان يكون في عدل. الاربعه اخيرا شكلوا فريق واحتفلوا بفرحه، دلوقتي يقدروا يدخلوا لاختبار التخرج. المدير الرئيسي قاعد ورا ولمح لينغ وقال واضح انها مهتمه بالولد اكتر من اللازم. على جانب الاختبار رئيس مجلس الطلبه بيقود اقوى فريق، وعلى الجانب الثاني تشين بيقود اضعف 3. ده خلى الراجل العجوز فضولي جدا. اي كهف هيختاروا وكام نقطه هيجيبوا في الاخر. المسؤول اعلن كل القاده يقدروا يختاروا اي كهف شيطاني يدخلوه. فجاه الجهاز ده والمفاجاه ان واحد من القاده اختار بالفعل. الكل اتجنن لما شافوا الكهف اللي تشين اختاره. زملائه في السكن بداوا يزعقوا ويطلبوا منه يغير رايه بسرعه، مستغربين اذا كان فاهم ايه اللي عمله، لكن فضل ساكت ومركز في الشاشه. اثناء اختبار التخرج الفرق تدخل كهوف الشياطين وتكسب نقاط بالقضاء على الوحوش. قضاء على زعماء الوحوش وسرعه الانتهاء من الكهف كل النقط محسوبه، وصعوبه الكهف بتحدد مضاعفه النقط. كهف اف رانك لحد 75 نقطه، كهف اي رانك لحد 100 نقطه. الفريق اللي بيجيب اعلى نقاط بيتعرض لاكتشاف من قبل نقابه الامبراطوريه، وافضل لاعب بياخد جائزه مليون. في غرفه الاختبار الطلبه بيلاحظوا ان اعلى نقاط في التاريخ كانت 90 واللي حققها قائد نقابه الامبراطوريه الحالي. حتى انهاء كهف ايه رانك محتاج 3 مقاتلين دي رانك قويين على الاقل. السنه دي فريق تنغ ممكن يكون قادر يكسر الرقم ده. الجهاز ده مره تانية واحد اختار كهف شيطاني. المفاجاه ان تشين اختار كهف دي رانك محدش قبل كده قدر ينهيه، والكل بدا يتساءل هل ده خطا. لونغ سال تشين ضربت راسك ولا ايه، وملك السكن فقد صوابه من اللي شافه. طالب الذكي حاول يفهم تشين لكنه كشف انه فكر كتير قبل ما يقرر. النظام دق تاني ورئيس مجلس الطلبه اختار نفس كهف دي رانك. زملاء تنغ وافقوا فورا على اختيار قائدهم وده اهلهم فورا. الفصل كله اتجنن من الخبر والفريق حاول يظهر عادي. البنت الشهرة اتريقت على تشين وقالت انه بيتظاهر بالقوه وعايز جذب الانتباه. الراجل الاصلع اضاف زملائه الضعفاء عمرهم ما كانوا هيوافقوه والفريق هيتفكك. لكن لونغ درس وش تشين وفهم انه مش بيتظاهر واتسال امتى صديقه بقى قوي كده وقد ايه اتغير. بعد ما اتاكد ضغط على زر التاكيد وقرر يثق في صاحبه. زو كمان ضغط الزر الاخضر لانه حاسس انه ملوش حاجه يخسرها. ملك السكن اتضايق لان الاتنين اختاروا قبل ما يضغط هو فضغط كمان. كده النظام اهل فريقهم رسميا للاختبار. تشين بص لزمايله واعتذر وكشف انه اختار الكهف ده لانه عايز يبقى الاعلى نقط، واعترف انه بيفرض عليهم حلمه لكنه طمنهم هنوصل للقمه مع بعض. وفجاه الرئيس الرئيسي وقف فجاه واعلن بصوت مليان ثقه القمه دي ليا انا وبس. تشين اتلفت وواجهه فورا. تنغ اطلق هاله من القوه المهيبه وقال في المدرسه دي مفيش الا طالب واحد ممكن يكون الاقوى. ورا لينغ اتفاجئ دي اول مره تشوف فيها مشاعر قويه ومركزه كده. المواجهه بين الاثنين بقت واضحه للكل. المدير الرئيسي حس بالفخر ان الطلبه دول ما بيخافوش، لكن لينغ شعرت بالقلق. اختيار تشين لكهف دي رانك خطير جدا، حتى طالب سي رانك مش هيقدر ينهيه لوحده. صحيح ممكن يكسب 150 نقطه لكن الصعوبه عاليه جدا وزملائه مش مؤهلين كفايه. المدير اضاف ان عندهم حوالي شهر واحد بس ومش هيقدروا يتحسنوا كفايه في الوقت القصير ده، ومع ذلك هو مازال متفائل بالنتيجه. بعدها القصه بتتنقل لارض التدريب بعد اسبوعين. كل الفريق واقع منهك على الارض. لونغ سال ليه احنا بنعمل تدريب جسدي في حين الكل بيستخدم المحاكاه. تشين خلاه يمر بكل انواع التدريب الصعبه وده خلاهم محبطين جدا. هو شرح لهم ان التدريب بالمحاكاه ما يفيدش ابدا في الواقع. اول مره تخش كهف شيطاني دماغك بتقف واللي بينقذك هو غريزتك. التدريب ده بيقوي جسمك عشان تتحرك اسرع وترد اسرع. افضل تدريب دخول كهف حقيقي واكتساب خبره مباشره، لكن الناس العاديين زيهم مجرد حلم. النخبه هم اللي عندهم الفرصه دي وعمرك ما كنت من الناس العاديين اصلا. وكمان النخبه هتعمل كل حاجه عشان تمنع الناس العاديه من اللحاق بيهم. عندهم موارد الناس
الناس العاديه تقضي حياتها كلها تحاول تحصل عليها. ملك السكن سأل طيب الناس العاديين تعمل ايه في الوضع ده؟ تشين كشف عن خطته، لو قدروا يدخلوا نقابه الامبراطوريه يقدروا يغيروا النظام كله. اختبار التخرج هو الفرصه الوحيده لاي حد يتجاوز النخبه، ومن هنا تشين اقسم انه هيعمل كل حاجه عشان يحقق حلمه، والفريق هيكسب اكيد. نص شهر بس فاضل على الاختبار، وتشين بيفرس في البرج الفارغ كل ليله. هزيمه اسود الفانتوم مش سهله، كأنه رافض يستسلم مهما اتأذى. 5 ايام قبل الاختبار زملائه بيتدربوا بكل طاقتهم، لكن هو على مستوى مختلف تماما. برنامجه الجنوني يخلي تدريب العشيره يبان مجرد تسخين. من يومين متبقيين المنافس بتاعه مش مقصر برضه، لكن تشين بيتحسن اسرع. دلوقتي يقدر يواجه مجموعه كامله من الاسود تحت جاذبيه ساحقه بثقه، والدم بينزل على وشه ابدا ما كان مستعد كده قبل كده. في يوم الاختبار طياره صغيره بتطير مع المشاركين كدليل. الاولاد داخلين بلبس موحد شكلهم راقي جدا. بعد ما كل المشاركين لبسوا الاساور الاختبار بيبدا رسميا. المدير الرئيسي بيستقبل غونغ لينغ. الراجل الواثق ده هو والد تنغ اللي شارك في تاسيس نقابه الامبراطوريه. الطلاب مش قادرين يبطلوا يبصوا له، شكله كانه حيوان نادر من حديقه الحيوان. الفضول وصل للذروه لما شافوا المدير ورئيس النقابه بيستقبلوا ليموزين بيضاء. الراجل اللي شعره احمر كارل كافنديش خرج بهدوء. الطلاب انفجروا من الصدمه. اي حد يعرفه، هو نائب رئيس تحالف نقابات العالم، شخص بمكانته عاده مش بيظهر في حي زي ده. جوه غرفه VIP المدير شرح للضيوف 23 فريق هيدخلوا طبقه F رانك. بعض الفرق اختارت طبقه E، وفريقين بس الجراي اختاروا D رانك. سكرتيرة التحالف كريد كانت مندهشه، ازاي طلاب ياخدوا قرار متهور زي ده؟ حتى فريق D رانك عاده بيحضر كويس قبل ما يدخل طبقه D. المدير رد بهدوء، طلاب فاهمين كويس اللي وقعوا عليه. المستيقظين اللي ما عندهمش خبره قتاليه حقيقيه عاده بيعانوا حتى مع وحوش ضعيفه، لكن الخطر الحقيقي هو رئيس الطبقه اللي اقوى من كل الوحوش الضعيفه بمراحل. غالبيا الفرق بتفشل في النهايه لانها مش قادره تتغلب على الوحش الرئيسي، لكن الامور مختلفه تماما في طبقه A رانك. حتى ابسط الوحوش فيها، الوحوش في طبقه A رانك تمتلك قوه تساوي زعيم كهف F رانك، وده درس قاسي. الطلاب غالبا بيتعاملوا بطريقه صعبه. سكرتيرة التحالف سالت ايه الضمانات لو الامور خرجت عن السيطره. المدير طمنها المدرسه بتقدر موهبها الواعده جدا، وكل كهف متراقب بمحارب من نقابه الامبراطوريه جاهز للتدخل لو اي حاجه حصلت. كمان الاساور اللي كل طالب لابسها ممكن تنقله فورا لو اختار الاستسلام او لو حياته بقت في خطر حقيقي. رغم ده الست فضلت شاكه متساءله اذا فعلا الطلاب عندهم القدره يواجهوا طبقه دي رانك. تسال نفسها الفريق ده هيقدر يصمد قد ايه. المدير واثق ان المزعجين الصغيرين A رانك غالبا هيخرجوا عايطين من الكهف. الحدث بينتهي لكهف دي رانك مليان اشجار عملاقه مغطاه بالجليد. زملاء تشين واضح عليهم الرعب، اي حد يشوف الوحوش الغريبه دي مزيج بين خفاش وقرد هيتصدم. تشين حذرهم بسرعه، الوحوش دي بتحدف نفسها على الهدف في ثانيه، خلي عيونكم مفتوحه على الاخر. فجاه سرب من الوحوش بيندفع عليهم. المدهش كل الاولاد قدروا يهربوا بصعوبه من ضربات الوحوش السريعه جدا، وهم فرحانين انهم نجوا. تشين واقف هادي ماسك سيف البرق في ايده، والوحوش حوالينه واقعه على الارض. امر فريقه يركزوا على حمايه نفسهم الاول والباقي هيكون في ايده. في لحظه خفاش شبح تاني بيندفع عليهم بسرعه صوتيه، وهم بالكاد قدروا يتفادوا في اللحظه الاخيره. زو فهم فجاه ان هدف تشين كان تدريب ردود افعالهم وسرعتهم الانفجاريه عشان ينجوا من مواقف زي دي. زو جز على اسنانه، كل الوقت كان بيتفاخر انه ملك السكن، لكن دلوقتي مضطر يعتمد على زميله العشوائي. في الوقت ده تشين قضى على كل الخفافيش المتبقيه. الوحوش بتهاجمه موجات، لكن هو بمهارته قضى عليهم قبل ما الفريق يفهم حتى ايه اللي بيحصل. ملك السكن بيتمتم لنفسه، كان دايما سامع من منلونج ان تشين قوي، لكن ده اول مره يشوفه بعينيه. بالنسبه له مش طالب عادي، ده جندي متمرس في ساحه المعركه. على استمرار المعركه ملك السكن حس بالغيره من سمعه تشين اللي بتصعد بسرعه. فجاه وحش تاني ظهر ورا الفريق، وهو بالكاد قدر يمنع ضربته. مسك الراجل الوحش برجليه المشتعله وصرخ كفايه تكسله، ركزوا تشين مش الوحيد اللي مصيره في الاختبار. الباقي اتفاجئوا عن عزيمته المفاجاه مستوحين من اراده ملك السكن. زو استخدم تعويذه النبات وقفل الوحش بالركوم، لكن الوحش اتحرر فورا وضربه في نفس الوقت. لونغ جرب تعويذه نسيم الصقيع، لكن الوحش بس اتبطأ شويه. قرروا يجمعوا هجماتهم مع بعض، قدروا يقيدوا الوحش لحظيا وصرخوا الملك السكن يستغل الفرصه. هو جمع قوته وضرب قذيفه ناريه مباشره ناحيه الوحش. انفجار ضخم حصل، وبعد ما الدخان اتشال الوحش الوحيد فضل كان هيكل عظمي مشحون بالطاقه. طياره اعلنت نجاحهم، قدروا يقضوا على خفاش دي رانك الشبح. 3 وقعوا على الارض منهكين، لكن فرحتهم كبيره، اتغلبوا على وحش دي رانك لوحدهم. تشين مشي عليهم شويه متفاجئ وسالهم شفتوا ازاي قضيتوا عليه؟ وحش ساب صباع ككنز، وذو قال ببساطه ده كان سهل جدا. تشين بارك لهم والطياره اعلنت قريب كل الوحوش في الكهف انتهوا. مدير غونغ كان هيفقد عقله من المنظر. طلاب بدون اي خبره قتاليه حقيقيه قادرين يتغلبوا على تهديد دي رانك يفوق طاقتهم بكتير. بقيه الطاقم فضلوا ساكتين عن قصد. في الوقت نفسه مساعد نائب الرئيس كافنديش بيتفرج على تشين باعجاب شديد على ادائه الرائع، وبيفكر في نفسه الهيبه دي بتفكرني بصديق قديم. نائب الرئيس بيسجل اسمه فورا، وده بيثير قلق والد الرئيس تنج والمدير على طول. المدير بسرعه يحول الانتباه لفريق مجلس الطلاب داخل كهف دي رانك تاني علشان يقلل التركيز على تشين.
جون، بيشير ان الفريق وصل للجزء الاوسط، والمساعد بيمدح تنسيقهم ويشبههم بكفاءة فريق غارات النقابات الاحترافية. المشهد ده بيضحك الرئيس كارل وبيقول الخارجين السنة دي شكلهم مستثنيين مقارنة بالدفعات اللي فاتت. المدير غونغ بيتمتم بصوت هادي، المعركة الحقيقية لسه ما بدأتش، والعرض الكبير لسه ما اتكشفش لكل الموجودين. رجوعا لكهف دي رانك، فريق الرئيس بيواجه هجوم من وحوش الفطريات السامة بتظهر من كل الاتجاهات. البنت بتمسك الجيتار بتاعها وتعزف أنشودة فساد، والساحر النجم يربط الفطر مع بعضه باستخدام قدرة ستار اتراكشن لضرب منسق. الرئيس يصرخ للقبطان ويندفع بسيفه وينهي الهجوم بضربة واحدة. الضربة كانت سريعة ودقيقة، والوحوش انفجرت تحت تأثير السيف الناري سكاي سيفر. زملائه لاحظوا ان الوحوش دي متطابقة تماما للتدريبات اللي عملوها قبل كده، وبفضل الخبرة المسبقة الفريق اتعامل مع الموقف بسهولة وبدون ضغط. كانوا متأكدين ان امتحان التخرج الجاهز مسبقا من إدارة المدرسة، واللي بيضمن لهم طريق اسهل في المستقبل، وبيبداوا يحتفلوا بثقة انهم هيحققوا المركز الاول من غير اي تحدي حقيقي. نرجع لمستوى الغابة السحابية النهائي. الاولاد مصدومين انهم وصلوا للورد على قيد الحياة في وسط ارض جليدية. يقابلوا قرد شبح هادي وهو بيتعشى. ملك السكن بيعرق جامد وهو متخيل قوة الوحش الهائلة، ضربة واحدة منه ممكن تبعته للحياة الأخرى فورا. الوحش بيركز على أضعف هدف في الفريق، ومانلونج بيصرخ، وده كفاية لإشعال غضب الوحش. القرد العملاق بينقض عليهم بنطة مرعبة، والأولاد بيجروا بسرعة. وفي المقابل تشين بيتقدم بدون تردد وبينط في وش الوحش الضخم بضربة عنيفة، وبيبدأ سلسلة من الضربات المتتالية. بيلعب بجسم الوحش في الهواء، وبينهي المعركة بتقطيع الوحش لقطع صغيرة. الفريق كله كان مذهول من العرض الوحش ده. رغم ده تشين متضايق، حتى وحوش دي رانك مش بتدي خبرات كويسة والكنوز مخيبة للأمل. فجأة زمايله بيصرخوا من الفرحة، لقوا أحجار مانا عملاقة، باين إن القرد كان مخبيها في جذع الشجرة. صحابه متحمسين وبيحاولوا يمسكوا البلورات، وتشين بيصرخ بيحذرهم، لكن بيتأخر ثانية واحدة. فجأة وميض قوي يلمع، وفي ثواني قليلة المنطقة كلها بتتجمد، والطيارات تتجمد تماما بسبب الصدمة القطبية. في غرفة كبار الشخصيات البث المباشر بيتقطع فورا، والمدير الماكر بيبتسم كأنه كان متوقع النتيجة. اتوقع إن وحوش الرتبة العالية هتحط فخ زي ده، وكان مجرد وقت قبل ما تشين وفريقه يقعوا فيه. نائب الرئيس كافنديش متضايق وواضح إنه قلقان على سلامة الطلاب، والمدير بيتظاهر بالندم وبيدعي إنه لازم يخرجهم فورا. لكن المدير بيرفض ويقول إنهم مش في خطر مباشر، والأساور هتنشط لو علامات الحياة اتغيرت ولو حد حتى فكر يستسلم. هو مقتنع إن القرار النهائي لازم يكون بيد المشاركين فقط. جوه الكهف مانلونج بيرتعش من البرد، لكنه الوحيد اللي ما اتجمدش بفضل مقاومته الطبيعية للجليد. فجأة مانلونج بيسمع ضحكة مجمدة للعظام، وبيشوف وحش جليدي بيبص له من غير رحمة، ويعرف إنه وحش الكهف. وبيفتكر تدريبه اللي قبل كده كان مكتوب عنه في دليل الوحوش من قبل كده. وفجأة يفتكر إنه في الحقيقة ساحر سحابي بيتحكم بسهولة في الهجوم والدفاع مع بعض. قدرته على التلاعب بالجليد والتلج من غير جهد تبان طبيعية. لكن الوحش اللي قدامه دلوقتي المعروف بملك العظام بيستمتع بتعذيب الفريسة قبل قتلها، وكان اللي حصل من قنبلة التلج ده مجرد فخ محكم. من غير تردد مانلونج لف وجري علشان ينقذ نفسه، عارف كويس إنه ما يقدرش يواجه وحش من رتبة سيد من نوع سي لوحده تحت أي ظرف. اندفع ناحية تشين بيحاول تحريره، لكن هجوم جليدي صاب رجليه قبل ما يوصل له. ضحك ملك الجليد على معاناته، بينما بعت ثوار مانلونج إشارة تحذير. رجليه مخترقة بالكامل. اقترح عليه الثوار الانسحاب من الامتحان، كأنه رفض الاستسلام وأصر على محاولة إنقاذ تشين قبل ما يفقد الفرصة الوحيدة اللي عندهم. وفي لحظة حرجة اخترقت شظية جليدية دراعه وعاقته عن تحرير تشين رغم جهوده. استمتع ملك العظام بمعاناته، وثوار مانلونج أصدر تحذير تاني. دراعه مخترق كمان، ومعدل ضربات قلبه وصل لمستوى خطر. مرة تاني اقترح عليه الانسحاب، لكن ذهنه انغمس في ذكريات الماضي. افتكر ازاي كان بيهرب من المشاكل من لما كان صغير، وازاي كلهم سابوه سخروا منه، وتعرض للتنمر، ومع ذلك هو واصدقائه بذلوا كل اللي عندهم للوصول للحظة دي. دي كانت آخر فرصة عنده لتغيير المصير. جمع آخر قوة عنده ووقف وتمكن أخيرا من تحرير تشين. وقف وبينما أطلق ملك العظام وابل من الشظايا الجليدية ناحيته من غير ما يوقف. وفي وقت ما كانت الضربة على وشك تصيبه، أطلق مانلونج زعير قوي، وفي اللحظة نفسها فتح تشين عينيه. اتحطمت كتلة الجليد إلى قطع، وانطلق تشين شايل مانلونج بعيد عن الخطر بحركة واحدة. والهروب المفاجئ ده فاجئ ملك العظام. أدرك مانلونج بسرعة إن تشين اتمكن من كسر سجنه الجليدي لوحده. شكر تشين صاحبه على مساعدته، وسأل بقلق عن حالته. مانلونج قال إن النزيف اتوقف مؤقتا، وإن هينجو من غير مشاكل على الأقل في الوقت الحالي. ووضح له إن الوحش اللي قدامه من النوع السحابي، رتبة سي، معروف باسم ملك العظام، وحذره من خطورته الشديدة في المعارك. بيأكد ضرورة تجنب التجمد مرة تاني لو عايزين النجاح حتى ولو بنسبة صغيرة. اتحول تشين لفيت ملك النار المحطمة، وفعل مهارة جسم المحارب السحابي المتجمد، وده منحه مناعة كاملة ضد الأضرار الباردة، وزاد من مقاومته في بيئة الجليد علشان يقلب ساحة المعركة لصالحه. صرخ ملك الجليد برعب، وحتى مانلونج حس بالحيرة لما شاف صاحبه اللي كان المفروض انه يكون قاتل محترف بيتحول الى محارب من نوع سحابي. وتساءل مانلونج هل تشين واحد من المعجزات النادرة اللي ممكن تفعل فئتين مختلفة في نفس الوقت. تشين اكتفى بالاعتذار عن تقديره الخاطئ للوضع، واعترف انه جاب صحابه لمواجهة خطيرة بسبب الخطأ ده. بعد كده اتحول لفيت الشيطان الهاوي، وسحب سيفه المحارب المطهر، واستعد لمواجهة ملك العظام بنية انهاء المعركة فورا.
فورا. واندهش مانلونغ، في العاده ان المبدعين بيتولدوا بفئه واحده بس للتخصص، لكن من النادر جدا انه يمتلك شخص فئتين في نفس الوقت. اما تشين ما اكتفاش بفئتين، بل اصبح يمتلك 3 فئات مختلفه بالكامل، وده خلاه كنز نادر تسعى كل النقابات الكبرى للحصول عليه. ولحظه الحقيقه كانت كل شيء على المحك. في هيئه الشيطان الهاوي قوه تشين كانت بتنفجر بشكل مرعب، احصائياته بتزيد بسرعه مش طبيعيه، وكانه خرج من حدود البشر. بمجرد ما يتحرك ينطلق من الارض زي الصاروخ، وبسرعه قاتله بيندفع ناحيه الزعيم. الابتسامه المستفزه اللي كانت على وشه تختفي فورا، لان اللي قدامه دلوقتي مش انسان عادي. في لحظه واحده بس ضربه نظيفه حاسمه، تشين بيقطع الهيكل العظمي بسهوله. المستوى بيرتفع ل 17 وغنيمه نادره كمان. صاحبه واقف مصدوم، مش مستوعب ان تشين قتل زعيم من رتبه سي بضربه واحده، لكن تشين بكل هدوء بيفكروا ان بقيه الفريق لسه متجمدين في تلج. مانلونج فجاه بيستوعب انه نسي اصحابه خالص طول القتال، بيجري بسرعه ينقذهم قبل ما يتحولوا لايس كريم. قبل ما المكان يفضى تشين بيلاحظ حاجه غريبه، عنده خيار انه يلتهم زعيم الجليد، ومن غير شهود بيستغل الفرصه فورا ويمتص قوه الزعيم ويكتسب فئه جديده. والاهم، انفجار الجليد اللي عمله الزعيم عطل كل طيارات المراقبه، يعني سر تشين لسه في امان. وفجاه اشعار جديد بيظهر، فئه قاتل البرق كمان بتتطور، وبيديله نجمه يطور بيها اي احصائيه. المشهد بيتحول لمكان تاني، كهف من رتبه دي. فريق رئيس المجلس بيتدمروا حرفيا، مهما هاجموا الزعيم مش بيتاثر. الساحر اللي مكبل الوحش قرب ينهار، والرامي الكهربائي اسهامه كانها تدليك خفيف مش هجوم. تحدفوا يمين وشمال زي لعب اطفال رخيصه. الاهانه دي تخليهم يشكوا، هل كل تدريباتهم كانت على الفاضي؟ الساحر يدرك الحقيقه المرعبه، الامل الوحيد هو رئيسهم. ورا الرئيس بياخد وضعيه اسطوريه، بيشحن اقوى مهاره عنده بدعم كامل من الفريق، ولما الطاقه بتكتمل بينطلق بسيفه المشتعل، ضربه مباشره في قلب الزعيم، وانفجار نار بيدوبه من الداخل للخارج. الفريق كله بيصرخ من الفرحه، اسطوره جديده بتتولد قدامهم. الاعلام بيجي، تم انهاء الكهف خلال 30 دقيقه. الفريق بيجن جنونه من الحماس، متاكدين انهم كسبوا المركز الاول، مفيش حد يقدر يكسر الرقم ده. لكن اول ما خرجوا بيشوفوا الطلاب التانيين وشوشهم مليانه رعب، واضح انهم استسلموا بدري. واحد من اتباع الرئيس بيلمح تشين وفريقه قاعدين على جنب، بيبص عليهم باحتقار، هو فاكر انهم فشلوا من اول لحظه. بيقرب ويبدا يستهزأ من تشين، لكن فجاه بيسكت لان شخصيه تقيله وصلت، نائب رئيس التحالف بنفسه، راجل انيق وهيبه تملى المكان. يبدا يسقف ببطء ويهني الطلبه. الرئيس بيمد ايده بثقه، لكن المفاجاه بتجعله تماما ويمشي من جنبه. اهانه مباشره تكسر كبريائه من جوه. والصدمه الاكبر، النائب بيعلن بصوت عالي الاسطوره الحقيقيه هو تشين، وبيكشف الحقيقه. تشين خلص كهف الرتبه دي في 20 دقيقه بس، حتى الفرق المحترفه ما عملتش كده. الصمت بيسيطر، مفيش حد مستوعب اللي بيحصل. ازاي 4 اشخاص هزموا فريق كامل من 10؟ لكن تشين ولا حتى طرف بعينه. كل المدح ده مش فارق معاه، بس في حاجه واحده شاغله باله، ليه شخصيه كبيره زي دي جت لهنا بنفسها؟ النائب بيقول بهدوء، هفتكر اسمك كويس يا تشين، وبعدها بيدي تعليق بارد على ابن غونغلين، نص مجامله. الاعلان النهائي، الفريقين الاوائل اتعادلوا، والجميع هيحصل على دعوه الانضمام لنقابه الامبراطوريه. خبر كبير لاصحاب تشين، حياتهم اتغيرت بسبب شيله ليهم، لكن الجائزه الماليه $1,000,000 هتتقسم بينهم. تشين بيبدا يقلق، نصيبه مش هيكفي يسدد ديونه، لازم يلاقي حل. وفجاه الرئيس بيرفض التعادل وبيتحدى تشين 1 ضد 1، والفائز هو البطل الحقيقي. الكل بيتصدم، حتى النائب نفسه بيهتم. المدير بيحاول يمنعه، لكن واضح ان الموضوع خرج عن السيطره. والصدمه الكبرى، تشين بيقبل التحدي فورا، بس بشرط الفائز ياخد ال1,000,000 كامله. اللحظه بتسخن، حتى النائب بيوقف مغادرته. تشين بيتقدم لقدام وعينيه في عيون خصمه. المواجهه الحقيقيه هتبدا دلوقتي. والنهايه، هل فعلا الرئيس يقدر يقف قدام قوه تشين، ولا هنشوف صدمه تانية تقلب كل الموازين؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بانتظار ان الكاتب ينزل اجزاء جديده. متنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في قصه جديده ان شاء الله، وسلام.